نذكرها بأهم ما ورد فيها من العناوين. ارتفاع راية الحكومة الأوغندية بدولة الكويت للفوز ببطولة المسابقة القرآنية العالمية لعام 2024. تعيين الشيخ الدكتور الحافظ محمد هارون أبو كينيا بمنصب نائبا ثانيا لمفتي ديار جمهورية أوغندا. احتفال المجلس الأعلى الإسلامي الأوغندي بمرور 50 عاما منذ تأسيسه. الأنباء بالتفصيل من قسم اللغة العربية من قناة أبي بن كعب الإسلامية لتحفيظ القرآن الكريم مع القارئ معاذ سليمان وحكمة سليمان. هذه أخبار بالتفاصيل. والتي اختتمت مؤخرا بدولة الكويت، كان الفائز الأول خلالها هو الطالب عبد الكريم كابيتو أوغندي الجنسية، الأمر الذي جعل دولة أوغندا في المرتبة الأولى من بين 150 دولة المشاركة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم بدولة الكويت. وتجدر الإشارة أن الفائز الأول في المسابقة الحافظ عبد الكريم كابيتو الأوغندي الجنسية هو طالب من طلاب معهد أبي بن كعب الإسلامية، مما جعل المراقبين يقيمون مدرسة أبي بن كعب أحسن مركز لتحفيظ القرآن الكريم على ساحة الأوغندية خاصة وكذلك على ساحة العالمية عامة. كما أشار السيد محمد الواسي وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت في كلمته بعد اختتام المسابقة أن هذه المسابقة تعتبر علامة فارقة في جهود الكويت المستمر للحفاظ على كتاب الله، مهنئا لدولة أوغندا على هذا الفوز الكبير، ومثنيا على الحافظ الفائز عبد الكريم كابيتو بما يتميز عن الآخرين من حيث الأداء والإتقان. كما أعرب سماحة المفتي أوغندا الشيخ الدكتور شعبان رمضان مباجي عن غاية شكره وتقديره لهذا الشاب الفائز الأول في المسابقة في تلك المسابقة العالمية، وذلك أثناء استضافته له مع أولياء أموره. إليكم التفاصيل من مراسلنا من دولة الكويت. شكرا يا معان. في يوم الاثنين الموافق 25 نوفمبر 2024 استضاف سماحة المفتي أوغندا الشيخ الدكتور شعبان رمضان بوجه بمقر المجلس الأعلى الإسلامي الأوغندي الحافظ عبد الكريم كابيتو الفائز بالجائزة الكبرى من جائزة الحكومة الكويتية الدولية لمسابقة القرآن الكريم لعام 2024، وذلك بحضور والديه. ومن الجدير بالذكر أن الحافظ عبد الكريم كابيتو لا يبلغ من العمر إلا 17 عاما فقط. كما أوضح سماحة المفتي أن هذا التتويج بالجائزة الكبرى لدولة الكويت قد جلب لدولة أوغندا الفخر العظيم على سائر البلدان، حيث تفوق الحافظ عبد الكريم كابيتو على منافسيه من الدول الكبرى مثل مصر، الصومال، البحرين، الإمارات، المغرب وغيرها. كما أثنى سماحة المفتي على الحافظ عبد الكريم بحسن الشجاعة، وعلى والديه بحسن تربيتهما، وعلى مدرسيه وخاصة الشيخ الدكتور محمد هارون أبو كينيا بحسن التعليم، مؤكدا أن تتويجه في تلك المسابقة يعود الفضل إليه وإلى والديه وإلى معلميه وإلى الشعب المسلم الأوغندي عامة. وشكرا أخوكم حجاج من كويت. شكرا يا حجاج. تعيين الشيخ في الأيام القليلة الماضية وبالمجلس الأعلى الإسلامي الأوغندي تم تعيين الشيخ الدكتور محمد هارون أبو كينيا قاضي مقاطعة كايونغا سابقا نائبا ثانيا جديدا لمفتي جمهورية أوغندا، وقد تم تتويجه بهذا المنصب من قبل الشيخ الدكتور زياد صالح لوبانغا مدير قسم الشريعة بالمجلس الأعلى الإسلامي الأوغندي
التفاصيل من مراسلنا بالمجلس. شكرا يا حكمة. تم تعيين الشيخ الدكتور الحافظ محمد هارون أبو كينيا في منصب النائب الثاني لمفتي الديار بعد عملية تنافسية كبيرة شملت العديد من المرشحين من كبار العلماء في البلاد، وبفضل الله تفوق عليهم جميعا الشيخ الدكتور الحافظ محمد هارون أبو كينيا المدير العام لمدارس أبي بن كعب الإسلامية. وقد حل الشيخ الدكتور الحافظ محمد هارون أبو كينيا محل الشيخ محمد علي ويصة بعد ترقيته إلى منصب النائب المفتي الأول بعد إقالة الشيخ عبد الله سيماه لأمور إدارية بالمجلس الأعلى الإسلامي الأوغندي. شكرا، أخوكم رمضان من مجلس الأعلى الإسلامي الأوغندي. شكرا يا رمضان. الاحتفال بمرور 50 عاما. احتفل المجلس الأعلى الإسلامي الأوغندي بمرور 50 عاما منذ تأسيسه، وذلك بمقر المجلس الأعلى الإسلامي الأوغندي بأولد كامبالا. وقد حضر الاحتفالات عدد كبير من المسلمين والمسلمات من جميع أنحاء البلاد، كما حضر شخصيات وفعاليات إسلامية واجتماعية واقتصادية وسياسية، وعلى رأسها رئيس جمهورية أوغندا الرئيس يويري كاغوتا موسيفيني. كما حضر هذه الاحتفاليات عدد من مفتي دول الأفريقية والأسيوية. ومن المعلوم أنه كان الهدف الأسمى في هذه الاحتفاليات الفريدة من نوعها التعبير عن غاية الشكر والتقدير والامتنان العميق على الإنجازات التي حققها المجلس الأعلى الإسلامي الأوغندي خلال الفترة الماضية والتي تقدر ب5 عقود. فلنسمع من مراسلنا من مقر المجلس الأعلى الإسلامي الأوغندي بأولد كامبالا. شكرا يا معاذ. افتتحت المناسبة هنا بأولد كامبالا بحدث الجليل من قبل أعضاء المجلس الأعلى الإسلامي الأوغندي، وكان الهدف من ذلك إنشاء منتدى لزعماء مسلمي شرق أفريقيا. وقد شرف هذه الاحتفاليات فخامة رئيس جمهورية أوغندا الرئيس يويري كاغوتا موسيفيني بصفته ضيف شرفي. كما حضر المناسبة العديد من الشخصيات والفعاليات الإسلامية والسياسية الدولية والعالمية. كما تشرف الاحتفاليات لحضور الداعية الشهير على مستوى العالم الدكتور الشيخ ذاكر نايك من جمهورية جنوب أفريقيا. مراسلكم عبد الرؤوف من أولد كامبالا. شكرا يا عبد الرؤوف. بهذا سيداتي وساداتي نختتم جولتنا الإخبارية من قسم اللغة العربية من قناة مدرسة أبي بن كعب، ويلي الآن الأخبار الرياضية مع الأخ شريف. دمتم في رعاية الله. معاذ سليمان وحكمة سليمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.